القصة أرمية فهمي، متحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد. قصة أرمية. النهارده بورسعيد استقبلت عدد من أسر الأقباط النازحين من العريش. عايزين نتكلم عن إجراءات استقبالهم وكم أسرة وصلت بورسعيد بالفعل. هو حاليا إلى الآن في أسرتين، وعلى آخر النهار في مجموعة تانية هتيجي، مش قادرين نحدد العدد بالظبط. وفي تواصل مع مطرانية الإسماعيلية عشان يمدونا بالمعلومات الكافية عن الأسر اللي موجودة. المجهودات بالنسبة للإسماعيلية، قداسة البابا تودروس أوفد مجموعة من الآباء الأساقفة، الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا موسى، والأنبا جسيمة، والأنبا بيمن مقرر لجنة الأزمات، بالإضافة إلى مساعد الدولة، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان متواجد هناك. واحنا هنا في بورسعيد بمجرد ما وصلوا الاسر اللي هي جت بورسعيد، المحافظه ادتنا خبر، وكان في امس اتصال ما بين السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ونيافه الانبا تدرس، واطلعوا ان هو عمل اجتماع وادى تعليماته لجميع القيادات في بورسعيد، صحه وتعليم وتضامن اجتماعي، لتسهيل وتذليل كل العقبات من اجل استضافه الاسر القادمه من العريش، لان دول ابناء مصر. وعلى الفور توجهنا للمحافظة الصبحية وقعدنا معاهم وأصدروا تعليماتهم بتسهيل الإجراءات. وإحنا حاليا فعلا في نزل الشباب في معسكر الكشافة الدولي ببورسعيد لتسهيل إجراءات تسكين الأسر اللي موجودة. ده مبدئيا، لكن طبعا هيتم حصر الأسر وشوف طلباتهم، لأن برضو في بعض الأسر لها طلبات خاصة لظروف معينة. هنحاول نوفر قدر الإمكان الراحة وتوفير معيشة كريمة ليهم لحين استقرار الأوضاع في العريش ورجوعهم مرة أخرى. لكن من حيث الإجراءات اللي اتخذتها الدولة، رئاسة وحكومة وجهات أمنية وتنفيذية على أعلى مستوى، والكنيسة بتتابع وبتنسق ما بين الجهات كلها وبعضها. بالنسبة لتعليم الطلاب اللي من العريش، هل هيكون في تواصل مع مدير التربية والتعليم؟ قابلنا وكيل مديرية التربية والتعليم حالا دلوقتي، وأصدر تعليماته فورا بإلحاق جميع الطلبة في جميع المراحل التعليمية في المدارس، سواء في ثانوية عامة أو ابتدائية أو فني، لأقرب مدرسة لمكان إقامتهم، سواء في نزل الشباب أو في معسكر الكشافة الدولي أو في أي مكان هم موجودين، أقرب مدرسة لمكان إقامتهم. وقال كده لو معهمش كتب هنجيب لهم كتب، لو معهمش مستلزمات دراسية هنجيب لهم مستلزمات دراسية. دول أبناء مصر. إذا كنا إحنا بنستضيف إخواتنا اللي جايين من العراق أو من سوريا، يبقى مش هنستضيف محافظة مجاورة أبناء مصر فورا. حتى كان في واحد يعني شغال في التربيه والتعليم، قال ممكن انا انقل واستقر، يعني قال له حضرتك شغال فين؟ قال له تعليم فني. قال له المدرسه الفلانيه جاهزه وفورا ننقل لك ملفك لو تحب تستقر في بورسعيد. ده يعني انا شايفه سرعه جدا في تلبيه وتدبير كل العقبات موجوده. نشكرهم على هذا. حتى كمان برضو في حاجه احنا بنعتبرها حاجه كويسه، احنا في فتره صيام واحنا لينا اكل معين كده في الصيام بتاعنا، فسياده السكرتير العام اصدر تعليماته للمطبخ في نزل الشباب بتجهيز الوجبات الاكل الصيامي الخاصه بالمسيحيين عشان خاطر ما يكسروش الصيام بتاعهم. بنشكرهم، واحنا فعلا باسم نيافه الحبر الجليل امثل مطران بورسعيد بنشكر السيد اللواء المحافظ وكل الجهات التنفيذيه والقيادات الامنيه في بورسعيد على حسن. انا من الصبح كل مش عاوز اقول يعني الرئاسه، المخابرات، الامن الوطني، اسم الشرطه، رئيس الحي، المحافظه، الصحفيين، الاعلاميين، كلهم قالوا احنا تؤمرهم واحنا تحت امركم. بشكركم بشكركم بشكركم، ويا رب كده الامور تكمل على خير ويرجعوا تاني معززين مكرمين، ونحفظ لهم كرامتهم الانسانيه. شكرا.